يلا بينا اخدكم معايا في الاوتيل الوحيد في العالم كله اللي بيطل على نهر النيل والبحر المتوسط في نفس الوقت. يلا بينا نبدأ الفيديو. طبعا الاوتيل هو اسمه شتايجنبرجر راس البر. يا مساء الفل عليكم جميعا من قناة جولة قهوة عراق على اليوتيوب. النهاردة يا جماعة هاخدكم معايا في جولة جديدة كاملة مكملة في اوتيل شتايجنبرجر. هفرجكم على المطاعم هناك، وهفرجكم على الكافيهات، وهفرجكم على البول، وهفرجكم على الفيو الحلو اللي انتم لسه شايفينه من شوية في اول الفيديو، وهفرجكم كمان على الشاطئ اللي هو الخاص بتاع شتايجنبرجر. ويلا بينا نبدأ الفيديو. احنا كده خلاص يعني دخلنا الطريق خلاص اللي بيودي على شتايجن. هو ده بقى البوابة بتاعة الاوتيل. دخلنا منها لقينا طبعا الاوتيل ضخم جدا وكبير قوي زي ما انتم شايفين كده، يعني المبنى بتاعه شكله تحفة بصراحة. طبعا دخلنا من البوابة بتاعة الاوتيل لقينا طبعا كده زي ما انتم شايفين الاوتيل. اول جزء منه بيطل على النيل كده بالشكل ده، وفي باركينج حوالينا، وطبعا عاملين زرع شكله حلو جدا. يلا بينا بقى ندخل الريسبشن. دخلنا كده الريسبشن بتاع الاوتيل. اول ما دخلنا بصراحة انا اتفاجئت جدا من الجمال، لان ده يعتبر اول اوتيل في راس البر 5 نجوم وفي دمياط كلها. ومش بس كده، ده طبعا اوتيل الماني معروف جدا على مستوى العالم، وموجود منه كمان سلسلة اوتيلات كتيرة جدا او مجموعة اوتيلات كتيرة جدا في الغردقة، كذا واحد ومعروفين جدا هناك. فان هو يفتح في راس البر فده طبعا سبق كبير جدا، لان يعني مش معقول مدينة كبيرة ومعروفة في راس البر فيها فنارين، وفيها يعني جزء بيطل على نهر النيل والبحر المتوسط في نفس الوقت، وما يكونش فيها اوتيل كويس جدا يقدر ان هو يستقبل السياح والمصريين ان هم ينبسطوا فيه ويستمتعوا. طبعا ده لقينا في الريسبشن الجيم زي ما انتم شايفين كده. هنطلع بقى مع بعض الاسانسير علشان افرجكم على الدور بتاع الغرف كده على السريع. زي ما انتم شايفين ده الغرف بتاعه الاوتيل زي ما انتم شايفين بالهول بتاعها. بعد كده طلعنا على الدور اللي هو فيه بقى الروف والمطعم اللي على الروف. المطعم والكافيه اللي على الروف اسمه الفنار. طبعا اول ما بننزل من الاسانسير طبعا بنلاقي المطعم على يمنا، وشمالنا بقى بنلاقي كميه اللوح دي القديمه. طبعا دي صور حقيقيه يا جماعه للبحر ومنظر راس البر زمان جدا. وبرده السينما، يعني بيقول لك هو اجمل سهرات وحفلات راس البر سينما كذا، مواعيد الساعه كذا، محمد فوزي وما اعرفش ايه. وطبعا شوارع كده في راس البر، ومدرسه السباحه ليها اعلان واحده واقفه جنبها. وده منظر بقى الجناين والكلام ده كله والشوارع الجميله ايام راس البر زمان. بعد كده بقى دخلنا على المطعم والكافيه اللي هو هيورينا دلوقتي بقى الفيو اللي كان في اول الفيديو التحفه، اللي بيطل على البحر المتوسط وبيطل على نهر النيل وعلى فنارين. ده اول اوتيل في العالم كله، بل الوحيد في العالم كله. زي ما انتم شايفين كده بانوراميك فيو، جايب ادي نهر النيل على يمنا، وفي فنارين اهم زي ما انتم شايفين، فنار النيل وفنار البحر، وعلى شمالنا البحر المتوسط. ده كده شكل النيل كله، بيجيب بقى منظر النيل كله زي ما انتم شايفين. وطبعا جايب برضو البول كله زي ما انتم شايفين بالشكل ده، والبحر المتوسط على شمالنا بالشكل ده. وادي الكافيه زي ما انتم شايفين كده. بصوا يا جماعة، يعني حاجة تحفة. يعني دي الوحيدة من نوعها في العالم كله اللي بتطل على يعني حاجتين اتنين، نهر النيل وبحر متوسط. ودي حاجة اصلا مش موجودة غير عندنا احنا بس في مصر. فطبعا كان لازم لها اوتيل بالشكل ده يستوعب السياح ويستقبل كمان المصريين. ده الفنار القديم اللي انتم شايفينه لونه طوبي كده، وده الفنار الجديد اللي انتم شايفينه ده اللي هو لونه جراي. المنطقة دي بقى اسمها اللسان او لسان راس البر. بيبقى عبارة كده عن زي ممشى كبير او زي اللسان، يبقى على يمنا نهر النيل وعلى شمالنا البحر المتوسط. وزي ما انتم شايفين بيجيله زوار كتيرة جدا من جميع انحاء العالم، وزوار مصريين. هفرجكم كمان شوية، هنزل لكم فيديو على القناة للسان، وفرجكم بقى على الممشى بتاع اللسان كله وعملنا ايه على اللسان بالظبط. هيعجبكم قوي. تعالوا بقى ننزل على البول. منظر البول اللي احنا كنا شايفينه من فوق بقى هندخل عليه دلوقتي زي ما انتم شايفين. ده طبعا البول في الدور الاولاني خالص تحت. زي ما انتم شايفين كده بقى بيبقى فيه برضو كافيهات ومطاعم موجودة على البول، وفيه برضو زي بار كده بيقدم مشروبات. تمام. طبعا هبين لكم بقى دلوقتي المنظر كله بصورة اقرب للنيل وللبحر في نفس الوقت، وافرجكم على المنطقة كلها. طبعا لما بتنزلوا على
البيسين او البول، يعني كل الناس اصلا بيبقى عندها حاجه اسمها انفينيتي بول مثلا في اوتيلات معينه، اللي هو بيبقى بيسين كده ويعني بيبقى مبين البحر قدامه، فاللي عنده زينا نقول له يا عمنا كده من الاخر. ده احنا عندنا بقى انفينيتي بول بيطل على البحر وبيطل على النيل في نفس الوقت، وبيطل برضه على السما كده في نفس الوقت، يعني حاجه تحفه يعني فاهمين. طبعا ده طبعا اللي هو منظر الغرف، افرجكم عليها كمان شويه، بعمل لكم كده راوند فيو. ده الاول النيل زي ما انتم شايفين، طبعا الغرف بتبقى في ظهرنا، ده شكل نهر النيل كده في راس البر. زي ما انتم شايفين اهو ماشيه ماشيه ماشيه. في طبعا ناس كتيرة على الممشى بتاع اللسان، هفرجكم عليه في الفيديو اللي قلت لكم عليه، هعمله لكم كمان شويه، هتلاقوه بعد ده على طول. ده اللي هو الفنار القديم اللي هو لونه طوبي، وده الممشى بتاع اللسان اللي هو لونه جريف ابيض تحت كده، وده طبعا اللي هو الجاردن بتاعه الاوتيل. بعد كده نمشي كده شويه كمان بالكاميرا. خلاص بصوا ده اهو شكل الفنار شويه، انا حبيت اوضحه لكم كده، ده الناس اهو ماشيين عليه. بعد كده نمشي شويه كمان بالكاميرا كده على الشمال على الشمال على الشمال زي ما انتم شايفين كده. ده بقى منظر البحر المتوسط كله، منظر بقى بانوراميك كده، فيو مفتوح جدا. وادي اللسان اهو بيجيله زوار من كل حته في العالم وفي مصر. على فكرة اللسان ده زي ما احنا قلنا كده بيفرق نهر النيل عن البحر المتوسط، وسبحان الله كمان ان هو ما بيخليش نهر النيل يعني يمتزج بالبحر. يعني متخيلين كده في نقطة اسمها نقطة اللسان، هفرجها لكم بقى في الفيديو بتاع اللسان نفسه. تلاقوا كده البحر، نقطة التقاء البحر بنهر النيل في نقطة كده، والاتنين ما بيمتزجوش على بعض، يعني بيدخلوش في بعض خالص، وبينهم سطر كده، السطر ده بقى هو اللسان، لا بيخلي نهر النيل يمتزج بالبحر ولا بيخلي البحر يمتزج بنهر النيل. هنشوفه طبعا في الفيديو اللي انا قلت لكم عليه بتاع اللسان، هنزله لكم كمان شويه، روحوا اتفرجوا عليه، وهسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. يعني وانت قاعد كده على البول بتبقى شايف زي ما انا قلت لكم كده، ادي الفنار اللي هو الجديد واللسان، وبتبقى شايف اللسان، وبتبقى شايف نهر النيل، وبتبقى شايف الفنار القديم، وبتبقى طبعا شايف البول بتبقى قاعد عليه مثلا، ودي بتبقى شايف برضو المبنى بتاع الاوتيل ككل. دي كده راوند فيو كده بتجيب لكم الشكل كله بتاع المكان. بصراحة أنا بهرني الأوتيل بطريقة كبيرة، وحسيت كده بسلام نفسي وحاجة فخمة. أنا انبسطت جدا إن الأوتيل ده اتعمل في راس البر، لأنها فعلا كانت بتفتقد وجود أوتيل بالشكل ده فيها، وخسارة إن هو ما كانش يتعمل له دعاية، فإحنا بنحاول إن إحنا نعمل دعاية للأوتيل كده من نفسنا، وفي نفس الوقت كمان ان احنا بنفرج الناس وبنديهم جولة كده معانا، بما ان القناة اسمها جولة وقهوة على الرايق. فطبعا انا بفرجكم معايا وباخدكم معايا الجولات، وفي نفس الوقت عشان طبعا معانا اجانب على القناة فبيحبوا برضو ان هم يتفرجوا على الكلام ده وبيترجموا الفيديوهات دي. بنحاول برضو ان احنا نشجع السياحة على قدر الامكان من نفسنا كده على قد ما نقدر. زي ما انتم شايفين ده شكل الاوتيل اهو، وده المنظر كده على السريع. بعد كده ده البار بقى بتاع اللي هو الموجود على البول، بيقدموا بقى منه الساندوتشز والبيتزا، وبيقدموا فيه اللي هو العصاير والمشروبات بقى. بعد كده هقرب بقى على البول نفسه كده، خدكم عليه علشان الناس اللي هيبقى معاها اطفال او الناس اللي هي حابه تتفرج كده على شكل البول من قريب. طبعا حاطين شезлونجات كتير جدا حوالين البول كده داير ما يدور. بس بصراحة أنا قعدت أدور كده أقرب علشان أدور كده أشوف هو البول ده كام متر، بس ما لقيتوش مكتوب، أو يمكن أنا ما خدتش بالي منه كويس. فممكن تسألوا بقى في الأوتيل أو في الريسبشن أو على المين سايت بتاعهم، أو تشوفوا في بوكينج أو الحاجات دي كلها. تمام، يعني من الاخر اللي هيجي الاوتيل ده هيبقى يعني ما اتحرمش من اي حاجه، وخد كل الادفانتج المميزات. يعني مثلا خد ان هو في بول موجود بول، حد عايز بيحب النيل ادي النيل موجود، حد بيحب البحر المتوسط ادي البحر المتوسط موجود، حد بيحب المنظر اللي هو الجناين موجوده، فكل حاجة موجودة. بار برضو على البول زي ما انتم شايفين، يعني كل حاجة موجودة. بعد كده بقى انا هقرب لكم كده، ده بقى اللي هو البحر المتوسط زي ما انتم شايفين. هقرب لكم بقى علشان اوريكم الكافيه او الكافيتيريا الوحيدة الموجودة في راس البر ودمياط وعلى مدن البحر المتوسط، واول كافيه بيطل على او جوه البحر، يعني زي ما بيقولوا زي ما انتم شايفين كده. هناك اهو على اليمين اهو عند المصدات دي بتاعة البحر كل ده، وعامله له برضو فيديو هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف، وهو شبه
اللي هو المطعم بتاع اللي هو كازن الشاطبي اللي موجود في اسكندريه. يعني هم دول الوحيدين تقريبا موجودين في مصر اللي جوه البحر ذات نفسه. وادي النور اللي عمال ينور ده اللي هو البرايفت بيتش بتاع اوتيل شتايجنبرجر. يلا بينا اخدكم بقى كده معايا على البرايفت بيتش. بس قبل ما اخدكم على البرايفت بيتش هوريكم كده شكل الاوض كده على السريع. بيبقى طبعا في اللي هي الاوضه اللي بتطل على البول، ده بيبقى شكلها حاجه بصراحه تحفه جدا ويعني مرتبه وروعه وواسعه وكل الكلام ده شكل بقى نايت فيو للاوتيل ككل. خلاص الجو ليل علينا، ابتدوا بقى ينوروا الانوار كده، وابتدت بقى علامه شتايجنبرجر تبان قوي اهو، مكتوب هوتيل اللسان، اوتيل اللسان. زي ما انا قلت لكم كده اللي هو منطقه اللسان دي. كده الجو ليل علينا. بعد كده بقى هاخدكم يلا على البرايفت بيتش كده. هو يعني بيبعد عن الاوتيل بالعربيه حوالي دقيقتين. مكتوب اهو بيتش اند ريستورانت، معمول مطعم وبيتش. تمام. زي ما انتم شايفين كده برضو ليه بوابة خاصة. طبعا احنا رحنا لقينا الدنيا زحمة جدا، وانا كنت طبعا رايحة في الشتاء فالجو طبعا ساقع قوي، بس برضو حبيت ان انا افرجكم على الشكل بتاعه بالليل، وكمان شوية هفرجكم على الشكل بقى بتاعه الصبح. انا رحت تاني يوم علشان تقدروا تشوفوا بصورة اوضح المكان بتاع البيتش والريستورانت. ده شكل كده الاوتيل، ده شكل البيتش بالليل زي ما انتم شايفين. طبعا في كيدز اريا، وفي طبعا بيلعبوا على البحر. وطبعا بقى انا جيت لكم المكان اهو الصبح اللي هو البرايفت بيتش بتاع شتايجن. طبعا بصوا يا جماعة، يعني الصبح بقى بالذات احساس مختلف جدا. بتبقى راس البر كلها باينة قدامكم، ومنظر البحر كله بيبقى باين قوي، بيبقى شكله تحفة. تحسوا كده ان انتوا في وسط المية بالظبط. وهو فعلا يعني هو البرايفت بيتش بتاعه والمطعم والكافيه بتاع شتايجن وكل الكلام ده كلهم يعني في وسط البحر بالظبط، وعاملين زي ممشى كده مخصص برضو تبع الاوتيل. وبتشوفوا برضو منه الاوتيل اهو بعيد على اليمين اهو، وعلى الشمال بتشوفوا كافيه العايم او كافيتيريا العايم اللي انا قلت لكم هسيب لكم اللينك بتاعها برضو في صندوق الوصف، عملت عليها فيديو. وادي اوتيل شتايجن اهو، وادي الشيزلونجات والكراسي بتاعه البيتش والشماسي والكلام ده كله. وادي البحر كله اهو، منظر بانوراميك فيو يعني مفتوح خالص. ووادي اهو الفيلل او العشش زي ما بيقولوا بلغه الضمايطه وراس البر. ده منظر البرايفت بيتش بالكافيتيريا بتاعته، حاجة تحفة يا جماعة. وعلى فكرة هو بس يعني مش مجرد بس للرواد او النزلاء بتوع الشتايجن هم ينزلوا في البرايفت بيتش ده او الكافيه او المطعم. لا عادي انت ممكن تقعد فيه، بس بشرط ان انت بقى بتطلب او يعني بتعمل دي يوز هناك. بيبقى تقريبا تكلفة الدي يوز للفرد بيبقى حوالي 200 جنيه شاملة البيتش والشمسية والشيزلونج والكلام ده كله. بعد كده بقى بتطلب مثلا من المطعم او الكافيه اللي انت عايزه، وبتقدر ان انت تقضي اليوم هناك حتى لو انت مش واخد روم في الاوتيل. تعالوا بقى قبل ما افرجكم على المطعم والكافيه بتاع الاوتيل وعلى البيتش والكلام ده كله، يعني ادخل لكم بقى على رجلي كده الممشى بتاع الاوتيل ده كله. هو بصوا الممشى هو بيبقى من اول ما بتخش الكافيه والبرايفت بيتش بتاع الاوتيل لغاية البحر جوه خالص اهو، عاملين زي سور كده. تمام. حاجة بصراحة تحفة. وعلى فكرة ممكن تطلبوا مثلا منهم كراسي او حاجات زي كده وبتقعدوا برضو جوه البحر خالص كده. زي ما انتم شايفين هو الممشى عبارة عن زي ممشى طويل كده، وبعد كده في نهاية الممشى ده بتبقى زي دايرة كده. الدايرة دي بقى بتبقى يعني شايفة البحر كله، وشايفة العشش او الفيلل دي بقى كلها، وشايفة البحر كله بالمصدات، وشايفة اللسان من بعيد، وشايفة الفنار، وشايفة الفندق من بعيد، وشايفة الكافيه بتاع العايم، وشايفة كل المطاعم والكافيهات كمان اللي جنب الاوتيل ده. ما في بقى طبعا اكيد يعني جنب الاوتيل وعلى يعني على البحر برضو كذا مطعم وكذا كافيه. كل دول برضو بتقدروا ان انتم تشوفوها من على الممشى. حاول برضو الف لكم الكاميرا. يعني ده مثلا هو الفنار من بعيد الجديد اللي احنا قلنا عليه عند اللسان اللي هو لونه جراي ده،
وادي البحر اهو، البحر المتوسط كله بقى منظر مفتوح كده قدامكم. بعد كده بتلاقوا اللي هو ده بقى كافيه العايم او كافيتيريا العايم، وراها بيبقى باين الاوتيل بتاع شتايجن اهو من بعيد. وكافيه العايم بقى اهو زي ما انتم شايفين كده، بيبقى في نص الميه وحواليه بقى مصدات كتير عشان اندفاع الهواء والبحر والميه والكلام ده كله. وادي بالطول 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 كل ده المدخل بتاع كافيه العايم اللي بيدخلكم لجوه للبحر. وادي بقى مجموعه الكافيهات اهو، اللون الاحمر في ابيض، واللي فيها شبابيك بالخشب، واللي هي فيها التندة الزرقاء. وبرده ده شاطئ كده تاني، شاطئ عام. ووادي الفيلا اللي هي كلها قدامكم. بعد كده ادي مدخل الممشى بتاع شتايجن، كل الكلام ده كله. وادي الكيدز اريا، وادي الشاطئ الخاص، وادي بقى الكافيه بتاع شتايجن، كل بقى المنظر ده كله. وادي هو مطرح ما احنا دخلنا بالعربية عند الممشى. وادي الدايرة الكبيرة اللي انتم شايفينها بتاعة البحر دي، كلها داير ما يدور زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى اخدكم معايا على الكافيه والمطعم بتاع شتايجن. ادي احنا بقى قاعدين اهو عليه، المفروض اهو قاعدين بقى على الكراسي، واخدين تيبل كده قاعدين عليها. جنبنا بقى الكيدز اريا، لو حد معاه اطفال او حاجة بيقدروا ان هم يلعبوا. منطقة الكيدز اريا اللي ممكن مثلا اللي حابب ان هو يقضي ديوز زي ما اتفقنا بكل نظام اللي انا شرحته. برضه بيبقى على الشيزلونج اللي حابب يقعد في الكافيه او المطعم زي ما انتم شايفين، وبيبقى فيه بقى برجوله وحاجات زي كده بتقدروا ان انتوا تقعدوا عليها. بصراحه قضينا يوم جميل جدا، انصحكم بالزياره للمكان ده. وبكده يكون الفيديو خلص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتشيروا الفيديو وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناه جوله قهوه عراق على اليوتيوب. تدعموني ان انا استمر. ميرسي جدا ليكم. اشوفكم في فيديو تاني. باي باي.